المغربية نتاعي لتجربتي المسرحية كانت أيام قرطاج الأولى 83. هي اللحظة الأساسية للخروج بتجربة عبد الحق زروالي في مجال المسرح عموما والمونودراما بشكل خاص إلى الوطن العربي والإفريقي، والحمد لله الآن عندي صدى في بعض العواصم الأوروبية. ففي سنة 83 أنا الآن أتساءل في 2012 عن غياب أكثر من 90% من الأسماء والوجوه والتجارب المسرحية التي كانت في الدورة الأولى، بحيث يصعب علي أن أعثر على اسم أو وجه أعرفه، لأن سنة 30 سنة تقريبا مش سهلة. وأعتز أنني قيدوم أيام قرطاج المسرحية، وها أنا في 2012 أحضر في الدورة 15 بمسرحية كرسي الاعتراف، والجمهور التونسي لم يعرفني فقط من خلال أيام قرطاج، بل جئت في سنة 84 في رحلة بمسرحية رحلة العطش، وعرضتها في القابس وفي مساكن وفي المنسير وصفاقس وتونس طبعا، وحتى التلفزيون التونسي في ندوات عدة يعني قدم لي خدمة كبيرة، لأنه عرف عبد الحق زروالي على الصعيد واسع. من هذا المنطلق كثير من الصحف الآن العربية عندما تريد أن تكتب عن عبد الحق زروالي يضعون عنوان فوق: المخرج التونسي المسرحي التونسي عبد الحق زروالي. وكم ابتهج يعني، لأنني أصلا هذا موقف سياسي، لا أؤمن بهذه الحدود. فعندما أجد نفسي في الخرطوم أو في القدس أو في الشارقة أو في بغداد أو في دمشق أو في الكويت أو في الكثير من، أنا عرضت في كل العواصم العربية والمهرجانات العربية، يعني أشعر أنني استطعت بالمسرح أن أكسر الحدود القطرية المفروضة علينا كمجتمعات وكتقسيمات سياسية وجغرافية وغيرها. بالمسرح استطعت أن أمتلك هويتي الكبرى في هذا الوطن الممتد من الخليج إلى المحيط. فالبداية أيام قرطاج كانت قوية جدا. كان مدير الدورة منصف السويسي، وشاهدنا أعمال لكثير من الرموز، يعني أسماء لها قيمة كبيرة في ذاكرة المسرح العربي من كل الأقطار. كانت هناك لجنة تحكيم في مستوى عالي دولي، وكانت هناك جوائز، وكانت هناك ندوات ومناقشات للعروض. وكان يعني كنا نجد صعوبة في، رغم تعدد القاعات، الأساس في كل هذا هو أن الجمهور التونسي، اكتشفت في هذه السنة في سنة 83 أن الجمهور التونسي يمتلك ذوق رفيع جدا وتربية المشاهدة يعني، وهذا هو المشكل الأساسي. فعندما نتحدث عن ضرورة خلق مسرح، لمن سنقدم هذا المسرح إذا لم نكون جمهور يستوعب ويتقن فن التلقي؟ لأنه لا يمكن للإبداع المسرحي أن يتطور إلا بتطور وارتقاء ذوق المتلقي. فمهما بلغ الإبداع من التطور، إذا لم يكن لديه جمهور يستوعب ثقافة التلقي، فلا يمكن لهذا الإبداع أن يكون أو أن يستمر ويتطور أكثر. وواكبت حضوري في سنة 85 في الدورة الثانية بمسرحية عكاز الطريق، و 87 جئت في مسرحية جماعية كممثل عرس الأطلس، و 89 مسرحية سرحان المنسي، وجئت في 91 كضيف شرف وكممثل لوزارة الثقافة المغربية. وغبت بعض الدورات، ثم عدت في سنة 2003 بمسرحية كدت أراه. وها أنا الآن يعني 15 دورة، أنا شاركت في 7 دورات، هذا رقم قياسي أعتز به. وما ألاحظه هو أن المسرح ليس في تونس فقط، ولكن في أقطارنا كلها، لأن المسرح
أصبح يعاني الآن من عدة إكراهات. أولا ظهور فنون استعراضية وأدوات إعلامية وقنوات وانفتاح. هذا المسرح بصفة عامة ولا المسرح التونسي لا، خاصة؟ المسرح كله في كل الأقطار، حتى في مصر وفي لبنان وفي المغرب والجزائر وكل الأقطار، بحكم ظهور هذه الأدوات التواصلية الحديثة والمتطورة، والتي تعفي المتلقي من تعب وعناء وتكاليف الذهاب إلى القاعة وكذا. في الغرب ما عندهمش هذا المشكل، رغم وجود هذه الأشياء في المسارح كلها يوميا ممتلئة. لماذا؟ لأنه في الغرب يغرسون في الطفل وعمره 3 سنوات و4 سنوات حب المسرح، مثل ما هو الشيء بالنسبة للرياضة وكرة القدم. فيكبر هذا الطفل لأنه يقرأ عن المسرح ويشخص في المدارس، في الروض، في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية. فالإنسان في أوروبا يعني المسرح مادة أساسية في ثقافته وفي تكوينه. أوروبا عندما تعطي للمسرح كل هذه القيمة في مختلف مراحل التدريس والتعليم، لا لأنها تريد أن يكون الشعب الفرنسي أو الألماني أو الإنجليزي كله ممثل ومخرج، لا، لأنهم متأكدون أنه بالمسرح تستطيع أن تخلق الإنسان المتحضر مهما كانت مهنته من بعد. طبيب، واحد كناس، نادي المقهى، ممرضة في مستشفى، بائع في دكان. فإذا كان قد تلقى في طفولته وفي شبابه عشق المسرح وذوق المسرح، فسيكون ناجح في مهمته. ولذلك يعتبرون المسرح هو مدرسة لتكوين وتربية الإنسان الذين يريدون أن يعتمدوا عليه في طبيعة المهام التي سيقوم بها في مختلف مجالات الحياة. لكن احنا المسرح هو إما أن يكون فن النخبة المثقفة الواعية كذا، وهذا نوع من المسرح يعرف بمسرح الصالونات ومسرح النخبة. وهناك مسرح آخر، مسرح الاحتجاج، الذي يعتمد على الشعارات والخطابة وغيرها، فيجد جمهوره في الجامعات وفي المؤسسات التعليمية والنقابات ومقرات الأحزاب. ولكن مع ذلك لا يمكن أن نوهم أنفسنا بأننا فعلا لدينا مسرح ولدينا جمهور. نحن نشتغل بالمناسبات فقط وبالظروف. وأنا دائما أسأل عن هذا الموضوع، فيقولون لي: هل هذه المسرحية تتناول قضية كذا؟ فأقول لهم: لا، الإبداع يسبق الأحداث ولا يلاحقها. بمعنى أن المبدع الحقيقي هو الذي يستشرف الأحداث. فأنا في رحلة العطش سنة 84، وهي مطبوعة ككتاب، رحلة العطش عرضتها أنا في تونس 5 عروض ومطبوعة ككتاب، حتى لا يقال أن هذا الموضوع وليد ما نتحدث فيه الآن. شوف رحلة العطش تطرح قضية ربيع، يبحث عن ربيع في الوطن العربي، ينتقل من مراكش إلى بغداد، إلى النيل، إلى القيروان، إلى تلمسان في الجزائر، إلى اليمن، إلى مكة، ليجد نفسه ربيع يبحث عن ربيعة وهو يطوف حول الكعبة ويقول: أبحث عن ربيعة يا الله، لبيك اللهم لبيك، يا محمد كيف أكون من خير أمة أخرجت للناس وأكون على هذا الحال. لأنه دائما يتعرض هذا ربيع إلى اضطهادات في كل قطر وصل إليه، فيحارب ويهرب من بلد إلى بلد، من بلد إلى بلد، ولا يعثر على ربيعة. وفي نهاية المسرحية يكتشف نفسه أنه ما زال في ساحة جبل فنا بمراكش، وأن الرحلة كانت رحلة خيالية، رحلة وهمية. في هذه المسرحية عندما أكون في بغداد تحدثت عن سقوط بغداد، وقلت لتمثال شهريار: احذر أن تسقط يا شهريار. أبا نواس، ما هذا الذي يملأ كأسك؟ لبنا أم خمرا؟ الله معك. عفوا أبا نواس، كيف يكون الله معك والكأس في يدك؟ سيأتي من يفقأ سواد العيون بمنقار القهر يا بغداد. سيأتي من في دمشق نفس الشيء، في سوق الحامدية. أتحدث عما يحدث الآن في سوق الحامدية وفي دمشق وفي سوريا بصفة عامة. تحدثت عن مصر، قلت لهم: جئتكم أهل مصر في الأكاديمية الفنون سنة 84 في اليوبيل الذهبي ديال أكاديمية الفنون.
قلت له عندما الموسيقى التصويرية كان فيها أغنية محمد عبد الوهاب: إمتى الزمان يسهر يا جميل يسمح يا جميل واسهر معك على شط النيل. فقام لي واحد من الجمهور في مصر لما عرف كيف فضحت كل ما يحدث في الأقطار، في تلمسان، في القيروان، في بغداد، في دمشق، في مراكش. فلما سمع النيل واحد من الجمهور قال لي: يا زروالي اوعى تغرق. يعني خاف أنني نمارس جرأتي كمسرحي في مصر مثل ما مارسها في العواصم الأخرى، معناه أنني سأنال عقابا شديدا. لما قال لي واحد من الجمهور: اوعى تغرق، الجمهور ضحك. أنا أيضا ضحكت مع الجمهور وقلت له: ما تخافش يا بيه، ابن البط عوام. فأقول لهم: يا جمهور، أنا جئت مصر أبحث عن الفرعون، لا أرجوكم ما تقولوش إنه الفرعون مات، لا لا لا، الفرعون ما زال حيا بينكم. وبدأت أنتقد ما يحدث الآن، ما حدث في مصر. ومعنى هذا نرجع للموضوع، يعني كل الأشياء اللي في رحلة 13 سنة 84 هي ما يحدث في سنة 2011 و2012. لهذا أنا أحمد الله، أفتخر أن إحساس المبدع لا يخطئ، فراسة المبدع لا تخطئ إذا كان صادق مع ذات الصورة ومع نبض المجتمع اللي هو ينتمي ليه، هو جزء منه. ولهذا أنا دائما أفرق بين المبدع بالمفهوم دياله المطلق والعميق، وبين النجم والفنان والممثل لا، أنا أستطيع أن أجد لك مئات وآلاف الممثلين، والنجومية أصبحت تصنع، النجومية العالمية في 6 أشهر. لكن ما أحوج هذا المجتمع إلى مبدعين حقيقيين يتجاوب معهم الجمهور بأدواتهم طبيعية، لأن المسرح ليس هو السينما. فالمسرح الذي أصبح يمارس الآن ينافس الفنون الاستعراضية، يتدخل في شؤون السينما، يتدخل في شؤون السيرك، يتدخل في شؤون الملاهي الليلية. فأصبحنا لا نفرق بين عرض مسرحي وبين ملهى ليلي أو قاعة سيرك أو فنون السينما وغيرها. المسرح مهما لف ودار ومهما أرهق نفسه بالبحث عن أدوات التطور فسيجد نفسه مجبر على أن يعود للأصل. المسرح هو النص الجيد والممثل الواعي بأدوات التبليغ القادر على خلق جسور التواصل مع المتلقي مهما كان سنه، مهما كان توجهه وانتمائه وذوقه وخلاياه. بمعنى أنا أفتخر في المغرب مثلا أنني بدأت المونودراما سنة 67 بمسرحية مجدولين للمنفلوطي. قرأت الرواية فحفظتها من الغلاف إلى ظهر الكتاب لأن أعجبتني، وحفظت هذه الرواية. وبدأت في كل المناسبات، في المخيمات، في الأعياد الوطنية، في المدارس، في الأنشطة المدرسية، أقدم هذه المسرحية، أقرأ هذا النص على التلاميذ وعلى الجمهور فأعجب بها. لم تكن لدي فكرة جاهزة أنني سأمارس المسرح الفردي أو المونودراما، لا، مجرد هكا عفوي، شيء تلقائي. بعدين بدأت الأمور، وأنا الآن صاحب 32 مسرحية مونودراما، هذا رقم قياسي عالمي. احنا نعرف أن المونودراما موجودة في العالم كله، لكن التجارب العالمية كلها تجد 5 أحسنهم 5 7 مسرحيات في حياته، لأنه يظل يعرضها 10 سنوات. أما نحن، أنا 32 مسرحية لأننا نعيش إيقاع الولادة كل سنة.